فلسطيني اتهم بمهاجمة مستوطنتين. ويظهر الشريط المصور قيام زوج مستوطنتين بدهس الفلسطيني وسيم مسوده من الخليل ثم الرجوع عليه ودهسه ثانية، مما أسفر عن إصابته بجراح خطيرة، على الرغم من أن طواقم الإسعاف كانت تعالجه بعد أن جندي النار عليه. وبعد بث القناة الثانية لصور عملية الدهس، بثت القناة الإسرائيلية العاشرة شريطا مراقبة لفتاة فلسطينية تطعن حارسا إسرائيليا في معبر قلنديا. وتعود هذه الحادثة إلى 25 من أكتوبر الماضي، لكن هذه هي المرة الأولى التي تبث فيها هذه الصور. وقد اعتقلت الفتاة من العمر 21 عاما. من جهة أخرى، صدقت الإدارة المدنية الإسرائيلية في الغربية المحتلة على بناء 84 وحدة سكنية، وتضم ما لا يقل عن